السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. طبعا زي متعودين نبدأ الفيديو بتاعنا من عند المنظر الجميل ده. يا جماعة مفيش أجمل من منظر الخضرة. تعالوا بقى النهاردة هوريكم مفاجأة، اقسم بالله مفاجأة من العيار التقيل. مش مفاجأة واحدة بس، لا دولا مفاجأتين عشان خاطر عيون حبايبي الناس اللي بتتابعني دايما، ان كانت على قناة يوميات دكتور حمام مصري او على قناة دكتور حمام مصري. ده يا جماعة زي احنا مدشرينهم من الحلويات بتوعنا. طبعا فوائد الدشار ايه؟ فوائد الدشار ان هم يحفظوا المكان، هم واقفين كده بيحفظوا المكان، بيبصوا على المكان بيحفظوا المكان. بعد كده لما انا اسيبهم يروحوا يجوا على المكان عندي عادي خالص مفيش مشكله. وكمان بديهم اشعه الشمس. يلا بقى ندخل المكان عشان الفيديو ده النهارده فيديو حلو جدا جدا. طبعا في فيديو النهارده يا جماعه، او في مفاجاه النهارده من العيار التقيل. ولكن قبل ما اوريكم المفاجاه، هم مفاجاتين يعني الناس ممكن مش تكونش هتستوعب المفاجاتين زي ما انا مش مستوعب بصراحه. ولكن تعالوا اوريكم سريعا كده. احنا جبنا دوره فراخ بيضه. الدجاج الابيض يا جماعه دجاج التسمين الابيض. طبعا هم تاني يوم النهارده. عايزني اقول لك طريقه الاستقبال وطريقه ان انت تجيب الدجاج الابيض وتقدر ان انت تسمن، واعمل لك دوره كامله عنه. ما عنديش اي مشاكل. اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا عايزين اعمل لكم دوره كامله عن استقبال الدجاج الابيض وتربيه الفراخ البيضاء. ما عنديش اي مشاكل بفضل الله تعالى. بنذبح منهم على 30 يوم بفضل الله تعالى. تمام كده؟ طيب يلا بينا بقى ندخل. هوريكم مفاجآت النهارده، مفاجأتين بالجمله. مش عارف ابدا منين بصراحه. يعني انا الصراحه مش عارف ابدا منين. المفاجاه عند البراهمه. المفاجاه عند البراهمه. تخيلوا كده، توقعوا. لا، المفاجاه مش عند البراهمه. المفاجاه في مكان تاني خالص. في يا جماعه مفاجاه هنا. في يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. في مفاجاه عند الهندي، عند الجماعه الهنود دول. وفي مفاجاه عند الحمام. تعالوا نشوف المفاجاه اللي عند الحمام الاول. طبعا اول ما تدخل مكان عندك لازم نسمي بسم الله. فانا دخلت ولازم اقول بسم الله. اي مكان عندك تدخله لازم تسمي بسم الله. المفاجاه يا جماعه يعني اللي احنا عارفينه كلنا ان الحمام بيبيض بيضتين، ولكن لما حمامه تبيض 3 بيضات بتبقى دي مفاجاه. اقسم بالله العظيم الفرد ده، الحمامه دي انا اتفاجئت امبارح ان هي بيضه 3 بيضات. الحمامه دي انا اتفاجئت امبارح ان هي بيضه 3 بيضات. ندخل تعالى بس براحة كده نشوف البيضه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس تعالى 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 تعالى. اطلعي. معلش. بالراحه كده يا جماعه. عشان ايه؟ عشان البيضه البيض بتاعها ما ينكسرش. اهو يا شباب 3 بيضات، حتى هتلاقيهم شبه بعض سبحان الله. يعني تلاقيهم بيضات 3 بيضات شبه بعض. وده ليه؟ دي بالتغذيه الكويسه والكالسيوم الكويس. هل الحمامه دي بيضت 3 بيضات قبل كده؟ ما اعتقدش. ما شفتش الحمامه ديت بيضت 3 بيضات قبل كده. طب ايه اللي خلاها بيضت 3 بيضات دلوقتي؟ لان انا اديتها جرعه كالسيوم مش لوحدها. اديت الحمام كله جرعه كالسيوم، واديت الحمام كله فيتامينات، واهتميت بالحمام لان كنا في فتره قلش وبدا الحمام ان هو يبيض. فما شاء الله تعالى ده موسم انتاج وبدايه عنقود بيض جديد. فالحمامه ممكن تبيض 3 بيضات عندك عادي مفيش اي مشاكل. تمام كده؟ طيب تعال بقى اوريك المفاجاه الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا زي ما وعدتكم اي حاجه بتحصل عندنا بوريها لكم على قناه يوميات طبعا دكتور حمام مصري. ديت يا جماعه الدجاج الهندي. طبعا دجاج الهندي يا جماعه عامل لي مفاجاه، الصراحه مفاجاه في منتهى الجمال. طبعا الناس اللي هي متابعاني عارفه ان احنا جبنا الدجاج ده من تقريبا من 5 شهور. تمام كده؟ الدجاج ده جبناه من 5 شهور من عند اخونا الاستاذ باسم بدر صاحب قناه وفر في بيتك منوعات. ويكون طبعا جايبين معاهم الدجاج الفيومي ده. طبعا ديك وبربره. تمام كده اهوت شباب ان شاء الله. والبربره دي عملت لي مفاجاه برضو ان هي باضت على 4 شهور. 4 شهور. مش عايز اقول لك ان الفيومي ده يعني بيض على الاقل من 4 شهور كمان. ولكن هو بيرجع حسب التغذيه على فكره. يعني بيرجع حسب التغذيه. وكمان ما شاء الله كل يوم ببيضه. المفاجاه الثانيه ان الديك ده اذن على 5 ايام. اذن على 5 ايام، ودي برضه مفاجاه. كل ديت يا جماعه صراحه كانت مفاجات بالنسبه لي، لان انا اول مره اربي الطيور دي. اول مره اربي الطيور ديت. بيض على 4 شهور وده اذن على 5 ايام. طيب المفاجاه اللي عملها لي الهندي. الناس طبعا يا جماعه بتقول لي ان الهندي ده بيحصي على 8 شهور، وفي ناس بتقول 10 شهور، وفي ناس بتقول ارقام غريبه كده. المفاجاه يا جماعه ان انا اقسم بالله ان الدجاج ده تقريبا عنده 5 شهور
5 شهور ويومين، 5 شهور الا يومين. يعني لما نحسب كده يا جماعه من 15/6 كان تقريبا العيد الكبير، وانا كنت عند استاذ باسم قبل وقفه العيد الكبير بيومين 3، وكنت واخد الحاجات دي منه. كان عطاها لي هديه، كانت عمر يوم، كانت عمر يوم. يعني تقريبا يعني احنا 5 شهور واسبوع تقريبا، حاجه زي كده لو نحسبها. يعني من 15/6 قبلها بيومين 3 هتلاقي احنا 5 شهور تقريبا. المفاجاه يا جماعه ان الدجاج ده يبيض وما شاء الله تعالى يديني يبشر بالبيض. ده طبعا بيض الدجاج فيومي، وبيضة الفرخه دي يا جدعان. الفرخه دي بسم الله الرحمن الرحيم، الفرخه اللي هي ديت يا جدعان 5 شهور يا جماعه. الدجاج الهندي باض عندي ما شاء الله على 5 شهور. طيب ده بيرجع لايه؟ بيرجع يا جماعه للاهتمام بالتغذيه. اهتمام يا جماعه بالتغذيه، والاهتمام بالتحديق، والاهتمام بنظافه المكان. كل دي يا جماعه اقسم بالله بيفرق مع الدواجن عندك. انا اكتشفت ان الناس اللي بتقول الدجاج ده بيبيض على 8 شهور، يعني انا عارف انه ده بيبقى سوء تغذيه وسوء اهتمام. فما حدش يقول لي الدجاج بيبيض على 8 شهور تاني يا جماعه. الدجاج بيبيض على 6 شهور المتعارف عليه، ممكن اقل شويه حسب التغذيه، ممكن يزيد شويه حسب التغذيه. انما مفيش حاجه اسمها الدجاج بيبيض على 8 شهور و10 شهور بالنسبه للدجاج الهندي. ودي عن تجربه، انا اقسم بالله عن التجربه هي قدامكم. الدجاج باض عندي على 5 شهور، ده عن تجربتي انا الشخصيه. يعني ده انا ما بحبش اتكلم على تجارب الاخرين، دي تجربتي انا الشخصيه قدام عينيكم. وده يا جماعه الخير الدجاجه دي يا شباب هي اللي باضت البيضه الاولى ان شاء الله. وبالمناسبه كان في ناس بتقول ان دول هيبقى في ديك، لا تقريبا ده بربره رخر. يعني الاربع حتت بفضل الله هيبقى برابر، يعني الاربع حتت هيبقوا برابر. وديت ميزه بالنسبه لي، مش حاجه وحشه، لان انا عايز الهندي للتحضين حضن تحته بيض البراهمه ان شاء الله تعالى. وان شاء الله تعالى اوعدكم ان احنا هنطلع حاجات من الحاجات دي من فرخنا بفضل الله. هنطلع لكم حاجات من عندنا عشان الناس اللي هي عايزه تربي. طبعا البيت اللي ما فيهوش طير يا جماعه ما فيهوش خير. البيت اللي ما فيهوش طير ما فيهوش خير. دجاج الفيومي ده كل يوم ببيضه، كل يوم ببيضه. تقدر ان انت توفر البروتين للاطفال عندك من المنزل. واعلى دجاجه الصراحه في انتاج البيض، يعني عن تجربه اعلى دجاجه في انتاج البيض هو الدجاج الفيومي. فهنا يا جماعه عايز اقول لكم ان الدجاج الهندي ما شاء الله تعالى تقدر ان انت تعتمد عليه ان انت توفر منه كتاكيت عندك، او توفر منه، لان ده يعني في التحضير ملوش حل. ده ملوش حل يا جماعه في التحضير، يعني بيحضن اي بيض عندك بقى. هو اول ما بتبيض ان شاء الله 10 ايام تقدر تجمع 5 6 بيضات، 10 بيضات عن نوع البيض بتاعها على حسب. احنا لسه على التجربه، هجرب كل حاجه وهحولها لكم بالتفصيل، وتبدا ان هي ترقد على البيض. هشوف هترقد لما تبيض كام بيضه، هشوف هترقد على البيض ولا لا، وهقول لكم التجربه بالتفصيل. بتمنى يا شباب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. طبعا هو عجبني انا شخصيا، لان ده بشاير خير يعني. ربنا يبارك لكم ويبارك لنا ويبارك لكم ويبارك للجميع يا رب. اشوفكم على خير، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.